بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في استكمال لدرس مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين. ده الجزء الثاني من الدرس. الجزء الأول كنا اتكلمنا عن الدولة الطولونية، اتكلمنا عن أحمد بن طولون، اتكلمنا عن خمرويه ابن أحمد بن طولون، واتكلمنا عن خمرويه ابن أحمد بن طولون. اتكلمنا برضو عن النظام أو ضعف وسقوط الدولة الطولونية، وبعد كده اتكلمنا على القضاء والإدارة والحكم والحياة الاقتصادية والحياة المعمارية والعلمية والفنية وغيره. النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع بعض الجزء الثاني من الدرس، وهو الدولة الإخشيدية. إلى حد ما الدولة الإخشيدية أسهل من الدولة الطولونية بكتير. في بداية الدولة الإخشيدية، لما نتكلم بقى عن الدولة الإخشيدية، هنلاقي إن مؤسس الدولة الإخشيدية هو محمد ابن طغج الإخشيد. محمد ابن طغج الإخشيد استمرت من سنة 323 هجرية لسنة 358 هجرية. الدولة الإخشيدية قامت في مصر والشام والحجاز زي ما انتم شايفين في الخريطة. الدولة الإخشيدية قامت في مصر والشام والحجاز. مؤسسة زي ما قلنا من شوية هو مين؟ محمد ابن طغج الإخشيد. مين هو محمد ابن طغج الإخشيد وإزاي جه مصر وكون الدولة الإخشيدية بتاعته؟ هنلاقي إن محمد بن طغج الإخشيد كان أحد القادة الأتراك في الجيش العباسي. كان والده كان والي دمشق في عهد الخليفة خمروي. والده كان والي دمشق. طبعا محمد بن طغج الإخشيد كان طبعا قائد في الجيش. استطاع التصدي للجيش الفاطمي، ودايما الدولة الفاطمية كانت في عداء ما بينها وبين الدولة الإخشيدية. طبعا محمد بن طغج الإخشيد اتجه لدمشق عندما تولاه هاتكين حاكم دمشق. استطاع طبعا التصدي لهجوم مجموعة من الأعراب طبعا على قافلة للحجاج المرة ببلاد اتجه لدمشق عندما تولاه هاتكين، واستطاع التصدي لهجوم الأعراب على قافلة الحجاج المرة ببلاد الشام. القافلة كانت فيها أم الخليفة المقتدر. فهنا سؤال مهم، لما يجي يقول لي بما تفسر شهرة محمد بن طغج الإخشيد، بما تفسر شهرة محمد بن طغج الإخشيد، هنقول أنه استطاع التصدي للجيش الفاطمي ومنعه للاستيلاء على مصر، كما أنه اتجه إلى دمشق عندما تولاها هاتكين، واستطاع التصدي لهجوم الأعراب على قافلة الحجاج المرة ببلاد الشام، كما أنه طبعا أمن الطريق الحج. فسر الخليفة المقتدر بذلك، مما ساهم في نشر محمد طغج الإخشيد. يبقى عندي 3 أسباب أدت إلى شهرة محمد بن طغج الإخشيد. السبب الأول والرئيسي إن هو أمن طريق الحجاج، فلذلك سر به الخليفة، كان الخليفة المقتدر وقتها، وده اللي ساهم في شهرة محمد طغج الإخشيد. بعد كده بعد ما تولي، يبقى دلوقتي محمد طغج الإخشيد هو فين؟ لسه ما جاش مصر، هو لسه في دمشق. لكن بعد ما تولى الخليفة الراضي بالله ولاة حكم مصر والشام، لقبه بالإخشيد. لما تولى الخليفة الراضي بالله ولاة حكم مصر، ولقبه بالإخشيد. كلمة الإخشيد يعني ملك الملوك، يعني زي فرعون عندنا هنا في مصر، اهو لقب بيعطوه للملوك وخلاص. أهم أعمال محمد طغج الإخشيد. يبقى عرفنا دلوقتي ايه هي قصة محمد طغج الإخشيد، جه مصر ازاي، وامتى اطلق عليه لقب الإخشيد في عهد الخليفة الراضي بالله. يبقى هو كده ايه كلمة محمد طغج الإخشيد؟ كلمة الإخشيد ده اصلا مش من ضمن اسمه، ده هي ايه لقب يعني، بس على يعني تعني ملك الملوك اعطاه له الراضي بالله. اهم اعمال محمد طغج الإخشيد، رقم 1 عمل ايه محمد طغج الإخشيد؟ رقم 1 وطد نفوذه في مصر، وقضى على الأمراء المناوئين له، يعني اللي ضده والمتسببين في زعزعة الحكم. رقم 2 أعاد الأمن والنظام بعد صد هجمات الفاطميين على مصر، يبقى رقم 2. رقم 3 سعى إلى الاستقلال بمصر عن الخلافة العباسية، وهينجح في كده. أخيرا اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته، يبقى ما عملش عاصمة جديدة، اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته. تاني، أهم أعمال محمد بن طغج الإخشيد، رقم 1 زي ما موجود قدامنا هنا في المخطط، رقم 1 توطيد نفوذه بمصر والقضاء على الأمراء المناوئين له. 2 إعادة الأمن والنظام بعد صد هجمات الفاطميين. 3 سعى للاستقلال عن الخلافة العباسية. وأخيرا اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته.
بعد محمد بن طاغج الإخشيد ما توفي، خلفه أوصى قبل وفاته بالولاية إلى ابنه أبي القاسم أنوجور. أبي القاسم أنوجور، فدي بتيجي أكمل بعد وفاة الإخشيد تولى من بعده أبي القاسم أنوجور. أبي القاسم أنوجور ده بتيجي أكمل كتير. أبي القاسم أنوجور كان صغير السن، فكانت الوصاية للخادم بتاعه كافور. كافور طبعا ده هو كان مربي كل أبناء محمد طاغي الإخشيد. لما تولى كافور الوصاية على أنوجور أصبح بذلك هو الحاكم الفعلي. مين ده؟ كافور مش أنوجور. يعني لما أصبح كافور أو تولى الوصاية على أبي القاسم أنوجور أصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد. طيب ما هي أهم أعماله؟ ما هي أعمال كافور الإخشيد؟ رقم 1 ضبط أمور البلاد وإقرار الأمن فيها سواء في مصر أو الشام أو الحجاز. سيطر على مقاليد الحكم ولم تتدخل الخلافة في أمر مصر. الخلافة العباسية طبعا ما تدخلتش في أمر مصر، احنا عارفين إنها كانت دولة ضعيفة. للأسف بقى بعد وفاة كافور الإخشيدي هتضعف الدولة طبعا، الدولة الإخشيدية، وهيأتي من بعد كافور الإخشيد ملوك أو أمراء ضعفاء أو حكام ضعفاء. فدي تيجي بما تفسر ضعف الدولة الإخشيدية بسبب تولي حكام ضعفاء بعد أحمد بن علي الإخشيد. يعني أحمد بن علي كان بداية الضعف، أحمد بن علي الإخشيد، ومن بعده جاء الحسن عبيد الله بن طغش، بما تفسر ضعف الدولة الإخشيدية بعد وفاة كافور بسبب تولي حكام ضعاف مثل أحمد بن علي الإخشيد ومن بعده الحسن عبيد الله بن طغش. طبعا أدى لسقوط الدولة الإخشيدية. وطبعا مين اللي هيستولى عليها؟ العدو بتاعها اللي هو الدولة الفاطمية، طبعا بقيادة جوهر الصقلي زي ما هناخد بعد كده في الدولة الفاطمية. بنخش بعد كده على أوضاع مصر الحضارية في عصر الدولة الإخشيدية. وقت ما الإخشيديين كانوا في مصر كانت الإدارة في مصر شكلها عامل إزاي، أو كانت الحياة أو مظاهر الحضارة في مصر كانت عاملة إزاي. فبداية هنتكلم عن النظام السياسي والإدارة. طبعا الدولة الإخشيدية كانت دولة مستقرة سياسيا، كانت في عندها أمن، كان في استقرار، خاصة في عهد الإخشيد. بما تفسر خاصة في عهد الإخشيد كان هناك أمن واستقرار بسبب امتلاكهم جيشا قويا يحمي دولتهم من أعدائهم على الحدود الشمالية الشرقية. وفي أيضا الفاطميين في الغرب، يبقى كده كانت في جيش قوي في عهد الإخشيد بيحمي الدولتين سواء من الشمال الشرقي أو من الفاطميين في الغرب. طبعا الدولة الإخشيدية يعني ما كانش فيه يعني حاجة زيادة على الدولة اللي قبلها، فطبعا اللي هو أيام الطولونيين يعني، فيعني هو النظام بتاع أيام الدولة الطولونية هو النظام بتاع الدولة الإخشيدية في الحكم طبعا والإدارة. بس بالنسبة للحالة الاقتصادية بقى، ازدهرت الحياة الاقتصادية طبعا سواء زراعة أو صناعة أو تجارة في عهد الدولة الإخشيدية. ففي مجال الزراعة طبعا اهتم الإخشيد بإصلاح الجسور وحفر الترع. من أهم الحصلات الزراعية طبعا كانت القمح والكتان والخضروات. فهنا دايما بتيجي يقول لي اثبت بالأدلة ازدهرت الزراعة في عهد الإخشيديين. هنقول طبعا اهتم الإخشيد بإصلاح الجسور وحفر الترع، ومن أهم الحصلات الزراعية القمح. الحاجة التانية بالنسبة للصناعة أيضا، اشتهرت مصر في العصر الإخشيدي بصناعة النسيج في تنيس ودمياط، في مدينتي تنيس ودمياط. وامتازت بصفة خاصة طبعا بالأكمشة ذات الخيوط الذهبية اللي كانت بتتصدر للعراق. دي كمان ممكن يجي يقول لي اثبت بالأدلة ازدهار الصناعة في عهد الإخشيديين. السؤال الحالة الاقتصادية بعد كده في التجارة. طبعا اهتموا بالتجارة، ازدهرت التجارة سواء عن طريق الخليج العربي والعراق، عن طريق مصر. طبعا كان في طرق تجارة وكانت مصر هي الملتقى. كان في تجارة بتروح للخليج العربي وكان في تجارة إلى العراق طبعا، عن طريق طبعا مصر والبحر الأحمر أو عن طريق النيل بأفريقيا. يعني مصر كانت بتروح لمنطقة الخليج أو منطقة العراق من طريقين، سواء البحر الأحمر أو طريق النيل أو أفريقيا. ازدهرت طبعا التجارة الداخلية والخارجية في عهد الدولة الإخشيدية، ودي بتيجي كمان اثبت بالأدلة. المنشآت المعمارية قلت من شوية ان الدولة الإخشيدية ما عملتش عاصمة ليها واتخذت من مدينة العسكر عاصمة لها، لكنهم اهتموا ببناء وتشييد القصور. كان محمد بن طغج الإخشيد يعني كان ليه دار اطلق عليها دار المختار او اسم المختار. طبعا كان ليه بما انها دار الإخشيد طبعا هي كلها جنينة وبساتين والكلام ده.
كافور الإخشيد شيد مسجد على سفح المقطم، أطلق عليه اسم مسجد الفقاعي، ودي بتيجي أكرم. شيد كافور الإخشيد مسجدا على سفح المقطم أطلق عليه نقط أقول الفقاعي. كما طبعا ان المسجد ده كان فيه محراب، والمحراب ده كان اول محراب بني في مصر. محراب طبعا يعني مكان للعباده. اخيرا بقى نتكلم عن الحاله العلميه. طبعا الدوله الاخشيديه بالرغم ان هي كانت دوله يعني حياتها قصيره جدا، يعني تاريخها قصير، يعني من 323 ل 358، يعني حوالي 35 سنه، مش كتير قوي. ازدهرت طبعا فيها بعض الفنون والأدب والعلوم، حيث كان العلماء والأدباء يجتمعون في مجالس الأمراء وكبار رجال الدولة، وأيضا كانوا يجلسون في المساجد للمناظرة وإلقاء الدروس والعظات، زي المساجد اللي كانوا بيقعدوا فيها جامع عمرو بن العاص. طبعا جامع عمرو بن العاص على مدار التاريخ الإسلامي كان هو مسجد وجامع في نفس الوقت لتعليم الناس مبادئ الفقه والحديث والدين وغيره والعظات أيضا. بكده نكون انتهينا من الجزء الثاني من درسنا النهارده، درس اللي هو الدولة الإخشيدية، وكده نكون انتهينا من الدرس كله إن شاء الله. يبقى كده الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية انتهت. إن شاء الله في حصة بعد كده عن الدولة الفاطمية بقى، وجوهر الصقلي ودخول الدولة الفاطمية الشيعية مصر. أرجو إن أنتم تكونوا استفدتم. شكرا لحسن استماعكم. أي حد عنده أي سؤال، أي تعليق، أي استفسار، يسيب التعليق بتاعه أسفل الفيديو، أو ممكن يتواصل معايا مباشرة على طبعا على الأكونت على الفيسبوك. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.